كنت تعرف إن في عضو في جسمك مهمته بس يحافظ على صحتك؟ لو كملت للآخر هتعرف إيه هو. لا وكمان ده هو المحرك الخفي في الجسم، واللي ليه مجموعة من الوظائف مهمة جدا، واللي بتتمثل فيه تنقية السموم، إنتاج البروتينات، تخزين الطاقة، إنتاج الصفرة، وتنظيم مستوى السكر في الدم. طبعا هتقولي إيه هو العضو بقى؟ لا تعال أقولك إزاي نحافظ على العضو الثمين ده. أولا بإننا نحافظ على التغذية السليمة، شرب المياه بانتظام، تجنب الكحوليات، الحفاظ على وزن صحي، طبعا ممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن التدخين. عرفتوا كده ولا لسه معرفتوش؟ العضو المهم أوي كده هو الكبد. وآخر وأهم حاجة عشان نحافظ على الكبد هو الفحص الدوري وعمل التحاليل اللازمة، واللي هي مهمة جدا في الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية. واللي بالمناسبة المشاكل اللي بتواجه الكبد كتير جدا، والتحاليل اللي تخص الموضوع ده أكتر، وده هيكون فيديو الحلقة الجاية من زيارة منزلية.